ايه رأيكم في طبق الفراخ المشوية ده؟ ولا دخان ولا حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يديم عليكم الأيام بخير. معانا النهاردة فراخ مشوية من غير دخان ومن غير فرن ومن غير حتى شواية. معايا الفرخة كده مقطعة حوالي 8 حتت، يعني زي الشيش طاووق كده. ماشي، معايا فرخة متقطعة، والجناحات والرجول بتاعتها دي انا هعملها في شوربة كده لوحدها. وادي حتة الفراخ مقطعاها، هنعمل لها تتبيلة حلوة كده، رش عليها فلفل اسمر طبعا، وعصر عليها ليموناية وبرتقاناية، فص برتقان كده عصرها عشان يديني ريحة حلوة وانا بشوي وانا شغالة. ومعايا بقى الخلطة بتاعتنا. هنا ده في الكبة حطيت طماطماية خضرة، توم، فلفل اخضر، وطبعا كنت فارمة فيها بصل، يعني كان مكانها بصل. اي بهارات بقى عندك تتبيلة، بس هنا وحطيت فص برتقان كمان معاها. ماشي، وضربتها في الكبة او في الخلاط. هنا معايا جزر مبشور، وادي البصل اللي انا فرماه في الكبة او بشراه، اي حاجة، او تعمليه في الخلاط. ومعايا الليمونية دي هعصرها على الخلطة بتاعتنا. معايا بقى البهارات، اي بهارات بتحب تحطيها على الفراخ. معايا بهارات شاوي، معايا كاري، بابريكا، معايا توم باودر، بصل باودر، ملح، فلفل، رشة السكر دي أساسي عندي. أي بهارات بتحبي تحطيها على الفراخ انتي براحتك، بتديها طعم. معايا هنا أنا دام على عسل أسود على أبيض. عندك عسل أسود ماشي، عندك عسل أبيض ماشي، الموجود عندك. كده في البولة ديت هننزل بقى ايه الخلطة بتاعتنا واحدة واحدة. أنا عصرت الليمونية هنا، نزلت الجزر والبصل، ونزلت ايه بقية الخلطة اللي هي الخضرة والطماطم والفلفل والفص البرتقال. هنزل برضو ايه العسل، عسل اسود او عسل، بس يعني يفضل العسل الاسود عشان بيديها لون. وهنزل طبعا البهارات بتاعتي، وهحاول ان انا ازود في الكاري والبابريكا عشان يدوها لون، لان انا مش هدخل فرن ولا حاجة. شفت الفراخ اللي شفتها في الاول دي؟ والله ما دخلتها فرن، انا عملتها كده، وهتشوفوها عاملة ازاي، وهوريكم كل حاجة خطوة بخطوة، وان شاء الله تجربوها. انا عيالي مش قادرين ينسوا الطعم بتاعها. قلبت التتبيلة بتاعتي حلو، وحطيت لها طبعا ملحها وفلفلها وبهاراتها. ماشي، هنزل بقى الفراخ مغسولة ومنقوعة كويس ومتظبطة. هقلبها كده في التتبيلة دي تقليبها مظبوط كده. مش محتاجة ان انا افتح ولا حاجة، يعني انا مش محتاجة ان انا افتح الفراخ ولا حاجة، لان انا كده كده مقطعاها صغيرة، يعني شبه فكرة الشيش طاووق، بس مش شيش طاووق. انا صغرتها عشان تستوي يعني وتبقى ايه حلوة. وكانت بصراحة والله يعني مش قادرة اقول لكم على طعمها ولا ريحتها كان عامل ازاي. انا عيالي عايزين منها على طول، ما عادش عايزين الا منها، مش قادرين ينسوا طعمها من جمالها ومن حلاوتها. وتتبيلتها كانت بسيطة، ومعظم الحاجات عندنا في البيت. هسيبها حوالي 5 دقايق 10 دقايق، يعني كمان الميزة ان هي مش هتطول في التتبيلة. عندي بقى ايه الطاسة الجريلا او الطاسة التيفال، ديت هي الاساس. عندك ماشي، ما عندكيش ممكن تعملي في صينية عادي، بس انا دي عشان متوفرة عندي، هي دي جميلة بتنفع في كل الحاجات. حطيت معلقة زيت بسيطة وسخنتها حلو ونزلتها. شايفين بقى الطشة بتاعتها دي، او ال- التشويحة بتاعتها دي؟ شايفين؟ انا مش قادرة اقول لكم الريحة كانت عاملة ازاي بقى، بأمانة. ولا احلى ولا احلى من كده فراخ، واسهل طريقة ممكن تعملوها، ولا دخان ولا فرن ولا بصوا. والله ما دخلتها الفرن اصلا. نزلت كده الفراخ، طبعا لازم اسخنها حلو عشان اول ما انزلها تتسد المسام وتبتدي ان هي تاخد لون. طبعا الخلطة دي انا مش حطاها دلوقتي، لما اديها كده لون حلو واقلبها حلو شوية في الشواية عشان تاخد الخطوط بتاعة الجريلا نفسها. جميلة بصراحة. اكيد معظم البيوت بقى فيها الجريلا دي دلوقتي. ده انا هقول لكم ده ليها استعمالات كتير وحاجات كتير، ولسه في فيديوهات تانية مستعملها فيها. يعني بأمانة ديت
حلوة، حتى مش بتخلينا نستعمل زيت كتير في الأكل. شايفين الفراخ؟ شايفين التخطيطة الخفيفة دي اهي. اقلب فيها واحدة واحدة كده على الهادي بقى، يعني شايفين؟ والله يعني بسم الله ما شاء الله عليها. وبعدين احنا دخل علينا رمضان ودي هتريحنا، يعني خدت تقريبا الفراخ هنا خدت تقريبا ساعة. كنت مهديالها النار عشان انا مهديالها النار، وعشان هي مش طايبة في مية او في شوربة. شايفين بدأت تاخد اللون؟ شايفين اهو. كل ده انا لسه ما حطيتش بقية الخلطة، ادي بقية الخلطة بتاعتها هحط وافردها عليها حلو بقى. الميزة في الطاسة ديت ان هي حتى لو مثلا التتبيلة يعني غمقت فيها او خدت لون، بس مش بتتحرق، وهو ده اللي انا عايزاه. هوريكوا ازاي دلوقتي، هتشوفوا ازاي دلوقتي اهي. شايفين اللي بيغلي تحت؟ انا سبت التتبيلة الاساسية مسكت في، يعني لزقت او خدت لون في في الجريلا. طبعا انا غطيتها بفويل، وكان جبت صينية كده وغطيتها بيها عشان ايه تحتفظ بالبخار بتاعها وتسويها لي حلو. بصوا هنا بقى، شايفين اللون اللي انا بقول عليه ده بقى، اللي هي السنة اللي هي خدت لون من تحت، يعني عملت قعر او اتحرقت. هي مش محروقة، بس هي خدت لون عملت قعر اهو. شايفين اهو؟ شايفين اللون بتاعها بقى عامل ازاي؟ هوريكم الصوص بتاعها بقى عامل ازاي. هوريكم هتشوفوا اللون بتاعه اهو. ده بصوا، ده اللي هيدي اللون للفراخ بقى. اللسعة بتاعة التتبيلة بتاعة الفراخ هي دي اللي هتدي اللون. لازم تسيبيها تتلسع شوية، مش بتتحرق والله. شايفين اللون بتاعها بقى؟ بدأ اللون يبان. شايفين دي؟ بدأ اللون يبان بسم الله ما شاء الله. هفضل كده ايه، هقلبها كل مدى كده، اقلبها عشان تاخد لون من جميع الجناب وتبقى طيبة. وفعلا هي كانت طيبة دايبة، يعني كانت مستوية، كانت دايبة. هتشوفوا دلوقتي هي كانت عاملة ازاي. يعني بحاول ايه اجيب ديت هنا واودي ديت هنا، عشان ايه؟ طبعا دي طاسة يعني مستطيلة، وطبعا العيون مدورة. هنا معايا بقى شوية الحوايج او الهياكل بتاعت اللي احنا مش هنرميها طبعا، مفيش حاجة بتترمي دلوقتي خالص، يعني ما ينفعش. شايفين بقى كل السوائل دي هتنشف، انا هغطيها، وكل ده بقى هياخد لون معايا، والفراخ هتاخد اللون اللي انتوا شفتوه في الاول ده، ولا احلى من كده ولا اطعم من كده. وطبعا ادي الحوايج بتاعتي، عملت شوية شوربة كده، وهنعمل معاها رز بقى. رز ريحته كانت بصراحة كانت وهم. طبعا انا بغطيها كده عشان تحتفظ بالبخار. الرز بقى انا عملته بالبهارات، بس حبيت احمر شوية رز. انا بموت في الرز المحمر اللي هو الحبة وحبة، اخد ريحة تحميرة الرز وريحة البهارات، اتخيلوا بقى الاتنين مع بعض، وكمان شوربة. الرز كان طعمه خطير. ادي البهارات بقى عندي: كاري، ملح، مكعب مرق دجاج، وفلفل اسود، بابريكا، بابريكا او كاري، وطبعا كركم. بس الكركم انا يعني شويه كده ما حطيتهوش في الاول، يعني مش بحب كركم، يعني مش بحب احط الكركم في الاول. بحب ايه؟ ادي تشويحه للرز كده في الزيت. ادي الكركم. طبعا ما انتوا بتحبوا، عايزين تكتروا كركم ماشي، عايزين تكتروا بهارات ماشي، كل واحد بتبع اكله بقى. بس الاساس، حتى لو بسلق رز بحب اشوح الرز في الزيت شويه، بيخلي الرز مفلفل وحبيته حلوه. وطبعا ادي الشوربه بتاعتنا. احنا استفدنا بالحوايج، طبعا هي كانت في المشوي كده كانت هتوه، انما انا استفدت، عملت بيها شوربه، عملت منها الرز، وفضل طبقين حطيناهم جنب الاكل. الرز لما بغليله المية او الشوربه ما بياخدش فعليا 5 دقايق وبيكون مستوي. هغطيه بقى واسيبه، طبعا ملح محطوط وكل حاجه. 5 دقايق وهتلاقوا الرز ده. شايفين بقى هنا الفراخ كده بقت ايه؟ مزيكا.
اهي هبتدي اقلب فيها اهي، بصوا شايفين اللون بتاعها، ولا فرن ولا دخان ولا حتى حطيتها في فرن البوتاجاز، يعني عشان ما تفكروش ان انا شلتها. الجريلية دي ايدها خشب، ما دخلتهاش يعني هي بتخش الفرن بس لازم اخلع الايد، والايد عشان تتخلع بتغلبني. فانا بقيت مغطياها كده زي ما انتوا شايفين. اللي بيديها اللون اللسعة اللي في الخلطة بتاعتها، اللسعة، لان هي بتلسع الخلطة مش بتحرقها. وطبعا عشان نكمل التست بتاعنا الجميل، فحماية. هتقولي لي بقى الدخان غلط، لا ما هو احنا كده كده بنشوي على الفحم. وادي الرز، انا بحب اقلب الرز وهو لسه فيه سنة مية، وبتشرب وبيبقى جميل. وهو بتشرب برشرش له كده نص كوباية مية صغيرة اللي هي بتاعة الشاي، او نص فنجان مية كده صغير يتشرب بيها. يعني بحوشه من يعني بشيله من المية بتاعته، من المية بتاعته الأساسية عشان يتشرب بيها. شايفين الرز بقى؟ شوية رز كان بصراحة ريحتهم، وشوية الرز اللي حمرتهم في الأول عطاله ريحة وعطاله طعم وعطاله كمان شكل، زي ما كوني حاطة عليه زبيب. طبعا أنا ما حطيتش زبيب ولا حاجة أهو. شايفين؟ يعني بسم الله ما شاء الله. انتوا لو تشوفوا بس اللمعة اللي في الرز واللون، شايفين بقى الرز عامل ازاي؟ شايفين اللمعة بتاعته؟ أهم حاجة التشويحة بتاعته في الزيت، دي أهم حاجة. يلا بينا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا. وطبعا عملنا طبق سلطة محترم عشان نكمل الأكلة بتاعتنا. هو المفروض كان فيه طحينة بقى، بس احنا ما جبناش طحينة. شايفين الفراخ؟ شايفين؟ والله كانت بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش التعليقات بتاعتكم واللايكات لو عجبتكم. لو عجبتكم كده قولوا لي تسلم ايديك يا ام حبيبه، والله ينور عليكي. وبالله عليكم اللي يتفرج على الفيديو يدوس على اللايك، ارفعوا لي الفيديوهات عشان القناه تترفع وتكبر بيكم. نفسي قناتي تكبر كده وتبقى مليونيه عشمنا في الله خير ان شاء الله. شايفين الورك مفتوح ازاي ودايب ازاي من السوا؟ هي اصلا هي شكلها يجوع. هي شكلها بصراحه، والله كانت بصراحة كانت طعمها خطير. شايفين مستوية ازاي؟ يعني انا قطعت لكم الصدر شايفين، واللحمة بيضة بسم الله ما شاء الله. هو اللون من بره من جوه على اساسها لونها ابيض زي ما هو. ما تنسناش في اللايكات والمتابعات حبايبي الحلوين، وكل اللي شكرا 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 لكل اللي بيخشوا وبيشتركوا ويقولوا لي تعليقات وكومنتات جميلة. بحبكم في الله. شايفين الفراخ بتاعتنا عاملة ازاي؟ جربوا الطريقة وقولوا رأيكم، وادعمونا بلايكاتكم وبتعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني. حبايبي واخواتي بترفعوا من روحي المعنوية. ادي فراخنا وبحبكم في الله.